السلام عليكم يا أهل السلام. النهاردة هنعمل مسقعة بالبيفي. معانا علبة بيفي ومعانا بتنجان وبصل وفلفل هنقليه وبطاطس صوابع هنقليها، ومعانا جزراية هنبشرها علشان الجزراية دي بتمنع الحموضة. بعد ما بتاكلي أي نوع مسقعة بيجيلك حموضة، فحط الجزرة دي ابشريها كده وحطيها مع المسقعة، هتمص الحموضة بتاعت المسقعة. والطماطم برضو تمام. معانا بصلة خضرة ومعانا دي كيس تتبيلة البطاطس بكل البهارات. معانا فصين توم مفرومين. ويلا بينا يا قشطة عشان مش نطول الفيديو. طبعا انا هقلي البتنجان، طبعا كلكم شطار عارفين قلي البتنجان، وهقلي البطاطس والفلفل. وابقوا معانا يا جميل. معانا زيت علشان نقلي البطاطس بتاعتنا الجميلة، علشان اعرف الزيت بتاعي سخن بحط كده حتة بصلة خضرة ونقول بسم الله. هنقلي البطاطس اهو، بالراحة، وخلي بالك وانت بتقلي البطاطس، خلي بالك من ايدك علشان الطربشة بتاعت لو انت بتقلي بطاطس ولا بتقلي فلفل ولا بتنجان بتشتري دي المصفى دي حلوة وحماية، بتحطيها على الطاسة كده مش بتخلي طرطشة الزيت تيجي على ايدك. دي تمنها في المحل ب20 جنيه، ممكن تجيبيها وتحطيها وهي بتتباع عند الادوات المنزلية. انا بس حبيت اديكوا خلفية علشان بدل ما تحطي غطا حلة ولا حاجة بتجيبي شبكة زي دي، بتقولي له انا عايز الشبكة اللي بتتحط على الطاسة عشان منع طرطشة الزيت. تمنها 20 جنيه، رخيصة وحلوة تمام. بتحطيها كده وننتظر بقى البطاطس عشان ايه نقليها. بس انا حبيت اديكوا خلفية عن المصفى اللي هي بتحميكي من طرطشة الزيت. بتقلي سمك، بتقلي بتنجان، فلفل، اي حاجة من دي هتحطيها كده وتسيبيها. ماشي يا جميل، ابقوا معايا. طبعا انا هقلي البطاطس، وبعد ما اقلي البطاطس هقلي البتنجان والفلفل علشان وقت الفيديو تمام. بقلي الفلفل اهو، ولا في طربشه ولا في حاجه جميله وحلوه، وكمان 20 جنيه بتحمي وشك وايديكي من القلي. الفلفل، بتنجان، زعتر، فراخ، لحمه، حاجه حلوه، وكمان 20 جنيه بتلاقيها عند الادوات المنزليه. وانا قليت البتنجان اهو بسم الله ما شاء الله. طبعا البتنجان ده عشان مش يشرب زيت انا بعفره بشويه دقيق تمام يا بنات. ابقوا معايا. قليت البتنجان اهو، وقليت البطاطس، وقليت الفلفل تمام يا قشطه. يلا بينا علشان نعمل طريقه عمل مسقعه بالبيفي. معانا معلقة زيت كده علشان نتبل فيها البصل والثوم والفلفل، معلقة صغيرة. بنزل بالبصل بتاعنا الأول علشان أشوح البصل، أتبله علشان أعمل طريقة عمل مسقعة بالبيفي أو بالبلو بيف. بنقلب دي الأول. بنزل بفص الثوم المفروم اوسع له كده، بفص الثوم حوالي 3 فصوص ثوم كده مفرومين علشان ياخد طعم البصل والفلفل. نقلب. بعد ما نزلت بفص الثوم كده على البصل اتبل الاتنين مع بعض.
عشان يديني الطعم الجميل بتاع المسقعة. معايا بصلة خضرا كده مقطعها. طبعا البصل الاخضر ده بصلاية واحدة بتدي طعم وبتودي المسقعة في عالم تاني. لو متوفر عندك، مش متوفر مفيش مشكلة. معايا كيس كنور اللي هو تتبيلة البطاطس دي، جميل حلو، بنزل بيه كده. دي فيه جميع البهارات والتوابل الجميلة اهو. اول ما بنزل بالكيس التوابل بنزل بالطماطم بتاعتنا. بسم الله. اول ما تنزلي بالطماطم تنزلي بالجزر. الجزرة دي هي جزرة واحدة، فايدتها ايه؟ انها بتشيل الحموضة، يعني بتمنع الحموضة اللي هي بتبقى في الطماطم، علشان كل حاجة عندنا مقلية بالزيت. تمام يا بنات؟ انا بشرح واحدة واحدة. اعملي الجزرة في المسقعة، لو انت هتعمليها جزرة واحدة ابشريها وحطيها مع البصل، هتاكلي المسقعة عمرك ما يجيلك ايه حموضة ولا اي حاجة نتيجة انك انت كلت مسقعة، لان البتنجان مقلي في الزيت والبطاطس والفلفل. تمام يا قشطة؟ ابقوا معانا. ازاي تعملي مسقعة بالبلوبيف؟ حاجة جميلة وحلوة. هتعملي منها، ممكن تعملي منها غدا، ممكن تعملي عشاء، وتحطي الشبكة كده ووطي النار. دايما ما تعملي الاكل على نار هادية بيطلع له نفس. اوعي تعملي اكل او تسبيكة وتعلي النار، تمام؟ عشان مش تطلب منك مية. خليها كده على نار هادية. تمام يا قشطة؟ تبلت كده البصل مع الجزر، بحط معلقة كمون. المسقعة بتحب يا جماعة الكمون، بتحب الكزبرة الناشفة. معلقة كزبرة ناشفة كده. حطي البهارات اللي نفسك فيها، بس مش في داعي انك انت تحطي توم باودر. تمام يا قشطة؟ شعرة فلفل اسمر او معلقة فلفل اسمر، ولا اكتر ولا اقل. طبعا بحط الملح دلوقتي اهي، بوسع بس كده علشان البلوبيف اهو. معايا علبة بيفي دي تمنها 30 جنيه، بدل ما تجيبي ربع كيلو لحمة، لا ممكن اجيب دي ب 30 جنيه واشتغل بيها. تمام؟ بفرغ كده البلوبيف اهو. بسم الله ما شاء الله. هتوكل 10 تنفار. دي بلوبيف مصر يا جماعة. البلوبيف الاجنبي ب 65 جنيه، دي ب 30 جنيه، وهتعمل لك احلى اكل. على الاقل انك انت عارفة دي جاية من يعني مذبوحة ذبح اسلامي اللحمة اللي فيها. تمام؟ ودي حاجة بقى بترجع لكم. تمام يا قشطة؟ هقلب بقى عشان ايه؟ هتبل البلوبيف كده يخش مع التتبيلة الجميلة دي. دي طريقة عمل مسقعة بالبلوبيف او بالبيفي، طريقة جديدة وحلوة. تمام؟ ومحدش عملها قبل كده. المهم انك انت عندك خير ربنا، نوعي. تمام يا قشطة؟ هي ما بتاخدش حاجة. بسم الله ما شاء الله. هي على وعد مع نفسها كده، ممكن تعملي منها سندوتشات. تمام؟ احنا قلنا بنحط الجزر المبشورة علشان بعد ما تاكلي المسقعة مش محدش يجيله حموضة من الأكلة دي. تمام يا قشطة؟ ابقوا معانا. اول حاجة علشان تعملي صينية مسقعة بالبلوبيف، بترص البتنجان وبعد كده بنرص البطاطس.
عايزه براحتك اهو، حاجه جميله وحلوه. تمام، هتعمليها غدا تعمليها عشاء زي ما انت تحبي، حاجه جميله وحلوه. المهم انك انت في الاخر هتطلعي باكله حلوه. تمام، حاجه بسيطه هتعمليها غدا تعمليها عشاء زي ما انت تحبي، حاجه جميله. اول حاجه انك انت بتفضي البطاطس كده وتحطي كده في الرز اهو يا جميل. تمام، طريقه عمل مسقعه بالبلوبيف. ازاي تعملي مسقعه، صينيه مسقعه بالبلوبيف اهي، حاجه حلوه والاكله مش كلفتك حاجه. بعد كده بجيب الفلفل بتاعنا اهو. تمام يا قشطه، لقمه حلوه وحنطه كده اهي، بسم الله ما شاء الله. حاولي انك انت توزعي الفلفل كده على الوش، ولادك هتبسطوا منها. لقمه حلوه وحرشه والله يا جماعه، مفيش احلى من اللقمه اللي هي البلدي، تخلي الواحد ياكل. معايا قرن فلفل كبير كده، بحاول ان انا اقطعه واخليه ايه يتوزع كده على صينيه المسقعه. شايفين الجمال؟ دايما لما تيجي تعملي حاجه نسقي في الالوان، وانتوا شطار زي الفل وشيفات قد الدنيا. يا رب يا رب تكون الحلقة تعجبكم، حاجة بسيطة وهادية. والقناة بتاعتي أنا مسميها على قد الإيد، يعني في متناول الكل يقدر يجيبها. تمام كده يا قشطة، أنا بس بوزع الفلفل أهو كده. أنا وزعت الفلفل اللي معايا كله ما شاء الله. اعملي واخدمي اللقمة بتاعتك، وكلي جوزك وعيالك والأسرة الكريمة اهي. يعني السندوتشات المسقعة ما شاء الله يعني بتبقى غالية، وبحط لك حاجات بسيطة. طب ما اعملها في البيت واجيب عيش بلدي او عيش ابيض واوكل عيالي وجوزي معايا بدل ما نشتريها من محل. تمام يا قشطة كده. انا وزعت الفلفل كله بسم الله ما شاء الله. احلى صينية مسقعة بالبلوبيف، وحاجة جديدة وطريقة جميلة وحلوة. كل اللي انا هعمله معاكم دلوقتي ان انا ايه هبطط بس دي كده اهو، هنزلها شوية لتحت. تمام يا قشطة، واجيب المسقعة ده البلوبيف بتاعنا. ابدأ بقى اوزع كده يا جميل اهو، بسم الله ما شاء الله. وزع كده، وكلي جوزك وعيالك بسم الله ما شاء الله. اجمل طريقه لعمل مسقعه بالبلوبيف. شايفين العلبه يا شباب؟ بسم الله ما شاء الله اهو. عايزه تدخليها الفرن مفيش مشكله، دي حاجه ترجعلك. عايزه تاكليها على الوضع ده مفيش مشكله. عايزه تحط عليها جبنه موتزاريلا برضو مفيش مشكله، زي ما تحبي. ادي طريقه عمل مسقعه بالبلوبيف. شايفين الجمال والحلاوه؟ انت لو جبت ربع كيلو لحمه من عند الجزار مش هتعمل لك الكميه دي. تمام اهي يا قشطه. كل اللي عليك انت بس بتوزعي كده اهو، حاجه جميله والله. ناس كتير طلباتها مني، انا عملتها لهم مش كانوا مصدقين ان دي بتتعمل بالبلوبيف. حاجة جميلة وحلوة. تمام يا قشطة. وكده عملنا صينية مسقعة كده. كل اللي علينا هندخلها الفرن. ابقوا معانا. معايا حباية طماطم طرنشات كده، ابدأ ازوقها كده عشان هندخلها الفرن ويبقى شكلها حلو وجميل كده. تمام يا قشطة.
كل حاجة متناولة عندك في البيت، مش هنشتري حاجة من بره. طريقة جميلة. حاولي زوقي اللقمة اللي انت هتاكلي بيها. احنا بنزوق ونعمل لقمة مش عشان نبيع، لا، علشان جوزي هيجي اخر النهار هياكل، ولاد هيجوا من المدرسة عايزين اكل، فما يلاقوا حاجة جديدة كده وحلوة يطلبوها منك. والام يا عيني بتبقى تتمنى لجوزها وعيالها انهم ياكلوا لقمة نضيفة بدل ما هم بيشتروها من بره. تمام يا جميل. اهي وادي الطريقة خلصت يا جميل. اهي ازاي تعملي مسقعة، صينية مسقعة في الفرن. طريقة جميلة وحلوة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حاجة بسيطة وعملناها في دقايق اهي. طريقة عمل مسقعة بالبلوبيف. تمام يا قشطة. كده بقى هناخدها وندخلها الفرن يا جميل اهو. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ابقوا معانا يا جميل. طلعت الصينية من الفرن، معانا فص توم مفروم كده، بحط عليه معلقة زيت، يعني نص معلقة زيت. شفتوا بقى التكة دي؟ بروح عامل دي كده تمام، واروح دهن الطماطم بيها اهي علشان تبقى اللقمة حنطة كده، حتى اللي يجي تحت منه التوم المفروم ما بيخش الفرن بيبقى له طعم تاني كده. توم بيبقى حلو. وكده كده المسقعة من غير توم ما تنفعش، زي البامية زي الملوخية. تمام. بتدهني معلقة زيت كده على الطماطم من فوق، ولا اكتر ولا اقل يا جميل اهو. تمام. هنفرمه وحاطط عليه معلقة ملح علشان اعمل التكة دي. التكة دي جميلة، بتخليكي تاكلي بقى كل حتة بتاكليها في المسقعة من على الوش بتلاقيها حنطة. تمام يا قشطة. بس كده. ابقوا معنا يا جميل. تعملي طريقة المسقعة المصرية بالبلوبيف. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ ازاي تعملي صينية مسقعة بالبلوبيف في الفرن. شايفين الجمال والحلاوة؟ يا رب تكون الحلقة عجبتكم. ودي طريقة عمل مسقعة بالبلوبيف. ما شاء الله، حاجة جميلة وحلوة، هتقدري تعمليها لأولادك وجوزك وهيتبسطوا منها. أو جربي طريقتي هتعجبك. أو في رعاية الله وأمنه في حلقة قادمة يا جميل.